ما ده ابو ثعلوب، انا مش قلت لك روح لعرفات وخلص معاه في البرج دي؟ ها رحت عمده، بس هو بس ايه بس دي ما تنطق على التهتهليه في الكلام عاد. انا رحت له وهو صدني، ما رضيش. ده يقول لي قال بتاع جدي قال من 150 سنه. عرفت مين اللي جده له 150 سنه؟ انت مجنون ياك، ما عرفش الناس. اللي ما يبيعش بالذوق يبيع بالعافيه. قبر يلمك، تعال وراي يلا. هادي عرفات، انت هادي عرفات ياد. اهلا عمده ابو همام، اتفضل. معلش يا خال، المكان مش على قد المقام. ايه مش المكان اللي مش قد المقام يا عرفات، انت نفسك مش قد المقام. المكان ده مش بعت لك ابو ثعلوب عليه وقال لك ان العمده عايز يشتراه؟ طلعت في دماغي يا اخي، نفسي ابني بيت فيه وسط الجناين بتاعتي، والبيت ده زمان جدودك اشتروه من جدودي وقعد زي البيت الوقف، وكل اللي كانوا موجودين طفشوا من ناسك. مش فاضي غيرك انت، ابعت لك يبقى تقول لي حاضر يا عمدي. هتبيع يعني غصب عنك؟ انا مش عايز ابيع يا عمدي، انت بعت لي الراجل دي وقال لي العمده بيقول لك بيع وتاخد اللي انت عايزه، بس انا مش عايز ابيع يا خال، مش عايز ابيع. ده ملك جدودي وانا مش هبيعه ولا افرط فيه عشان تبقى فاهم، حتى لو بالاجبار ولا بالعافيه. اسمع قصر الحديث يا عرفات، بكل الوسائل حتبيع. طول ما ابويا حط عينه على حاجه مفيش حد في الدنيا دي كلها يقدر يمنع مني. سامع ولا مش سامع؟ لا مش سامع. صلي على النبي يا عمدي، البيع والشراء ده مش بالعافيه، وانت عارف انه مش بالعافيه. لو انت راجل عمدتنا يعني المفروض تبقى سلاح ليني، ما تتعفاش بفلوسك، ما تتعفاش كل اللي معاك دول. جايب لي الغفير بعتولي يهددني، ولدك بيهددني وانت واقف. لغى وجودك، اعتبرك مش موجود طول ما هو اتكلم. عيب عليك، مش عشان شويه فلوس لا مؤاخذه يعني هتطير ورانا ولا تمشيني، وانا مش هبيع. والله العظيم يا عمدي ما تديني مال قارون ما هبيع. مال قارون؟ ومين قال لك ان انا كنت هديك مال قارون؟ ده هم 250,000 وكنت هقول لك روح توكل على الله، بس بعد اللي انت عملته دي قسما بعز جلالة الله ما هتاخد ولا جنيه يا عرفات. هات وانت ولعني في المكان ده كله. يلا روح. اوعى تولع يا عمدي، ارجع. اوعى تولع يا عمدي البرج بتاعي. كل المكان ده يبقى مرضي انك تولع فيه. يلا